عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، العلم وسيلة الإصلاح وطريق النجاح وسبب الفوز والفلاح، وأشرف ما يتحلى به في الوجود، وأحسن ما يتفضل الله به على عباده ويجود. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هو العامل الأساسي الذي يساهم في بناء المجتمعات وتكون حضاراتها واتساع عمرانها وامتداد سلطانها وعلو راياتها وانتشار دينها. العلم ميزان الأخلاق والقيم ومعيار الفضل وسلم الارتفاع إلى القمم وباعث الأمل ومنهض الأمم. رفع الله به أقواما فتقدموا وحرمه أقواما فتأخروا. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أكرم الله أهله بخاصية أن أقر ذكرهم بذكره وأشهدهم على وحدانيته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهم أهل الخشية والاصطفاء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم أهل الخير والشرف والفضل المبين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بهم يسترشد المسترشدون وبنور علمهم يستضيء المهتدون. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نشر الله في الخافقين أعلامهم وأجرى بالأحكام أقلامهم، فهم الموقعون عن الله وهم ورثة الأنبياء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده على الآلاء والنعم، ونشكر على ما والانا من الفضل والكرم. عباد الله، إن التعليم هو أساس التربية وأصلها، فبه تهذب الأخلاق وتغرس القيم، وبه معالجة الأخطاء وصحيح المفاهيم وتقويم الإعوجاج. العلم هو الحصن المنيع والأساس الراسخ، فبه الثبوت والصمود والرسوخ.
إذا ما جت الفتن والمحن فاحرصوا على تعليم وتربية أبنائكم، وساعدوا الجهات التعليمية بما فيه صلاح الأبناء وبناء المجتمع وتربية الأجيال. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فخذوا بأسباب صلاح دريانكم بتعليمهم وتربيتهم وملء أوقات فراغهم بالمفيد وحثهم إلى الخير والطاعات وقراءة القرآن لعلكم ترحمون بدعائهم وهدايتهم، فلا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. خذوا للعلم أوقاتكم نصيبا مفروضا، فاحرصوا على تعلم العلم النافع وتعليمه، وأكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء. ولا تجعلوا العلم حجة عليكم بترك العمل، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقواك يا رب العالمين. واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أصلح علماء المسلمين وطلاب العلم وبارك في جهودهم وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأصلح ولاة أمورنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.